اولا كده لو ما شفتش الفيديو اللي فات من حكايه المجنون سايتاما فروح وشوفه علشان تعرف بقيه الاحداث، ويلا بينا نكمل حكايتنا. بنشوف فلاش وهو ماشي لوحده في ممرات مقر جمعية الوحوش. بنشوف بيفتكر تحذيرات الطفل العبقري عن جهاز الاتصال وانهم لازم يخلوا بالهم من موقعهم طول الوقت في المتاهه. فلاش بيوصل لتقاطع ممرات وفجاه بيظهر قدامه 3 وحوش. الوحوش بتقول له بلهجه استهزاء احنا كنا مستنيينك بقالنا كتير، السرعه اللي انت فخور بيها دي مش هتنفعك. هو بيضحكوا ضحكه شريره، لكن قبل ما يكملوا جملتهم حتى يا صديقي وموت سريع بيعدي. ال3 وحوش وهم بيتقطعوا بيقعوا على الارض ميتين. فلاش بيكمل مشي ولا كأن عمل حاجه، بيقول ببرود انا عمري ما افتخرت بسرعتي، ده شغل الهواة يابا. وفجاه بنسمع صوت صفيق جاي من بعيد. بنشوف شخصين واقفين في الظل، واحد منهم بيلف سيفه بسرعه بيولع المشاعر اللي في الممر بالنار اللي بتطلع من السيف. الشخصين دول هما ويند وفليم. ويند بيعجب بسرعه فلاش بيقول له جميل جدا، سرعتك زادت عن اخر مره تقابلنا. فلاش ما بيستناش يسمع باقي الكلام، بسرعه البرق بيهجم عشان يطحن ويند في راسه، لكن ويند بيتفادى الضربه وبيلزق في سقف الممر زي العنكبوت وبيقول له عشان كده انت فعلا تستحق القتال. فليم بيبتسم بغرور بيقول لي فلاش هي دي كل سرعتك يا مجرم، يا متسبب في الحادث، يا عضو الجيل 44 السابق. النهايه هنا فلاش بيدقق في ملامحهم، بيستوعب اخيرا الاتنين دول نينجا مجرمين قريه النينجا. فلاش مش بيضيع وقت، بيهاجم على فليم بوابل من الضربات. فليم بيصد كل الضربات بسيفه، الاشتباك بينهم بيولد رياح قويه وضوء ساطع بيملأ المكان. فلاش بيحاول يضرب فليم بركله سيف الرياح، لكن فليم بيتفاداها وبيرد عليه بركله سيف النار. فلاش بينط وبيلزق في السقف عشان يتفادى النار، لكن المفاجاه السقف كان مليان شباك حديديه رفيعه زي خيوط العنكبوت، وكان ده فخ من ويند بيشد الخيوط وجسم فلاش بيتجرح جروح سطحيه. ويند بيضحك وبيقول انه ما كانش متوقع انه يهاجمهم لوحده وان ده قرار شجاع بس غبي. فليم بيأكد ان القرار ده في مصلحتهم. فلاش بيبص حواليه، بيكتشف ان الممر كله كان مليان فخاخ عشان تتصدى ليه، ولكن ده ما بيخافش، بالعكس بينطلق بسرعه رهيبه، بيلف حوالين الممر وهو بيضرب ويند وفليم بضربه برق سريعه. الاتنين بيصدوا الهجمات بصعوبه، وفجاه جدار الممر بينهار. اتضح ان هجوم فلاش الدائري كان هدف قطع كل الشباك وتدمير الفخاخ. فلاش بيقول لهم انه كان شاكك انهم من القريه وانهم اكيد انضموا علشان يقتلوه. ويند بيبتسم ويقول له ان المكان ده هضيق على سرعته، وفجاه الارضيه بتتقلب بيهم ال3 بيقعوا في منطقه واسعه مفتوحه اشبه بوادي في شلالات. وهم بيقعوا ويند بيحاول يصطاد لكن فلاش بيتفادى وبيرد هجومه بضربه سريعه. ويند بيصده بسيفه، بعدها ويند وفليم بينفذوا هجوم مزدوج ركله سيف العاصفه. فلاش بيتفادى باعجوبه، لكن الاتنين بينطوا على الصخور بعيد. ويند وفليم بيقولوا المكان ده مناسب جدا كساحه معركه وانهم هنا يقدروا يقاتلوا بجديه. هو بيصرخ في فلاش انه يحفظ كويس اسامي اللي هيقتلوه، الجيل الذهبي. وبتبدا معركه جويه رهيبه، ال3 بيشتبكوا في الهواء، السيوف بتخبط في بعضها وتطلع شرار. سرعتهم بتخلي اللي يشوفهم يفتكرهم خطوط ضوء بتتحرك. وسط القتال فلاش بيسالهم مين الزعيم اللي مشغلهم، لانه ناوي يزوره بعد ما يخلص على جمعيه الوحوش. ويند بيلد بسخريه بيقول له لو قلنا ان ملك تجار الاعضاء هتعمل ايه؟ هتحارب جيش العالم السفلي لوحدك؟ فلاش بيفاجئهم وبيرد ببلود للاسف ده مش ممكن لاني قتلتهم كلهم. وبيبدا يسرد قائمه باسماء زعماء المافيا وتجار المخدرات والقتله اللي هو خلص عليهم. ويند وفليم بيتصدموا لان دول هم الناس اللي كانوا بيخططوا يسيطروا عليهم. المعركه بتشتعل وهم بيهاجموا فلاش بكل غل. ويند بيقول انهم بيخططوا يحكموا العالم بقوتهم اللي بتفوق قوه الابطال. فلاش بيفتكر شادو، هو بيسالهم اذا كانوا يعرفوها، ولكنهم بيضحكوا بيقولوا ان دول نينجا من بره القريه وما يجوش حاجه جنب الجيل الجديد. ويند وفليم بيزيدوا سرعتهم، بيهاجموا فلاش بركله الرياح، لكن المفاجاه فلاش بيتحرك بسرعه اسرع منهم وبيقلب الهجوم عليهم، بيعمل جرح سطحي في خدودهم. فلاش بيعترف ان سرعتهم مذهله، لكنه بيقول لهم في حاجه غريبه، سرعتكم دي مش كل اللي عندكم. بيكشف خطتهم، انتوا جبتوني للمكان الواسع ده علشان تتحولوا لوحوش وتعرفوا تتحكموا في سرعتكم الجديده صح. فلاش فهم انهم لسه مش متعودين على سرعه التحول. ويند وفليم بيضحكوا وبيبداوا يتحولوا لشكلهم المرعب كوحوش، بيقولوا انهم متضايقين انه كشف خطتهم. فلاش بيرد عليهم ببرود انه حتى لو بقوا وحوش عمرهم ما هيقدروا يتفوقوا عليه. وفجاه بوم، انفجار، سرعه رهيبه. ويند وفليم بيتحركوا بسرعه خياليه بيهجموا على فلاش. ويند وفليم بيزودوا سرعتهم، بيهاجموا فلاش بركله الرياح، لكن المفاجاه فلاش بيتحرك اسرع منهم وبيقلب الهجوم عليهم. سيفه بيعمل جرح سطحي في خدودهم هما الاثنين. فلاش بيعترف ان سرعتهم مذهله، لكنه بيقول لهم في حاجه غريبه، سرعتكم دي مش كل اللي عندكم.
مخه وبيكشف خطتهم. هنا ويند بيقرب من فيليب وبيقرروا يغيروا الاستراتيجيه. فيلم بيقول خلاص جه الوقت نرمي اسلوب النينجا في الزباله، مش محتاجين تقنيات ولا اسلحه، هنخلص عليه بقوه الوحوش الخام. ويند بيضيف انهم هيوروه السرعه القصوى اللي كانوا خافيينها، وان دي هتكون اخر حاجه هيشوفها في حياته. وفعلا بيشوفهم بيجهزوا نفسهم لهجوم صاحب. بيوعدوا فلاشي انه هيدرك الفرق الشاسع بينهم قبل ما يلفظ انفاسه الاخيره. فيلم بيقول له السلام بقى، وبحركه واحده الثلاثه بينطوا في الهواء. النطه دي كانت قويه لدرجه انها دمرت الجسر من تحتهم. فلاش بيلزق في سقف الكهف، لكن ويند وفليم بيخترقوا الجسر. بيضربوا فلاش بيخلوه يطير لفوق وبسرعه خياليه. ويند بيديله ركله بتحدفه بعيد. فيلم بيستغل الفرصه وبيهجم على فلاش وهو طاير، لكن فلاش بيتفاداه وبيلف ويضربه. المفاجاه ويند بيصد السيف بايده العاريه، بيعملوا كماشه عليه من قدامه ووراه. فلاش بيعمل مناوره مستحيله وبيهرب من الكماشه وبينط لاعلى نقطه في الوادي. لكن الصدمه ان ويند بسرعته الجنونيه بيسبقه وبيكون مستني فوقه بضوافره. بيضرب فلاش ضربه قويه بتخلي سيفه يطير من ايده. في نفس اللحظه فيلم بينزل جنبه بهبده بتدمر سقف الوادي. فلاش بيحاول يلحق سيفه اللي طاير، لكن الوحشين مش بيدوه فرصه، بيطردوه بسرعه البرق، ضربه من اليمين وضربه من الشمال، لكمات وركلات بتهز الجبال. فلاش بيحاول يتفادى، لكن الضربه سريعه وتقيله جدا لدرجه انه مش قادر يعمل حاجه غير انه يتصدى بايده الفاضيه. الضغط بيزيد وبنشوف فلاش وهو بيقع على الجسر تاني والدم بينزل من بقه. شكلها خلاص النهايه. ويند وفليم بيشوفوه عاجز فاشل، بيقرروا يدوله الضربه النهائيه. هننهيك على طول يا حبيبي. لكن هو في اللحظه الحاسمه فلاش بيعمل حركه غير متوقعه وهو واقع، بيضرب ركلات سريعه جدا في وشهم بتخليهم يرجعوا لورا، يفقدوا توازنهم. وبسرعه خرافيه فلاش بيجري ناحيه سيفه اللي لسه بيقع، بيمسكه في الهواء وبياخد وضعيه القتال النهائيه. الوحشين بيحاولوا يرجعوا لتشكيلهم لكن فات الاوان. فلاش بيلمع عينيه، بيقول جملته الشهيره وميد البرق القاطع، وبحركه واحده شريط ضوء بتقطع المكان. الزمن كانه توقف، وفجاه اجسام ويند وفليم الصلبه بتتقسم نصين. انفجار ضخم بيحصل وراهم، الجسر والمنطقه كلها بتنهار من القوه. الصخور بتقع في الوادي ومعاها اشلاء الوحشين. بيسالوا فلاش لو كان عندك التقنيه دي ليه ما استخدمتهاش من الاول. فلاش وهو بيرجع سيفه في غمده بكل هدوء بيرد عليهم انه كان مستني اللحظه المثاليه عشان يقتلهم هما الاثنين في ضربه واحده، لان لو واحد منهم هرب سرعته كانت هتعمل مشاكل كبيره لباقي الابطال. هو بيقول لهم الاستراتيجيه الوحيده للنجاه كانت انهم ما يتخانقوش معاه اصلا، لانه هو الوحيد القادر على هزيمتهم. ويند وفليم بيحسوا بالقهر وهم بيموتوا. بيسالوا سؤالهم الاخير اللي كان ناقصنا. فلاش بيبص وراه بيقول بكلمه واحده بس، كان ناقصكم التدريب يا حسالة. بعد انتهاء المعركه الملحميه دي فلاش بيمشي في الممر وصوت الانهيارات وراه. بيمشي شويه وبيبدا يتساءل هو فين دلوقتي. بيفتكر جهاز الاتصال اللي اداهوله الطفل العبقري وان فيه خريطه، فبيبدا يدور في جيوبه يمين شمال مفيش حاجه. ملامحه البارده بتتغير لملامح صدمه كوميديه. هو بيسال نفسه هو انا وقعت في المعركه ولا ايه، ويكتشف الحقيقه المره البطل الاسرع في العالم تايه رسمي في مقر الاعداء. مش بس كده، ده مش عارف يخرج ازاي اصلا. والسؤال هنا هل فلاش هيقدر يكمل طريقه ولا هيفضل يلف في دوائر. بنسيب فلاش في حيرته الكوميديه وبنروح للطفل العبقري اللي بيراقب الوضع بجديه تامه. بنشوف نقطه فلاش بتتحرك بسرعه جنونيه وفجاه بتقف تماما. تشايلد امبراطور بيستغرب بيقول ايه السرعه دي، اكيد ده فلاشي، بس ليه وقف فجاه؟ جهازه عطل ولا ايه؟ طبعا هو ما يعرفش انه ضيعه وهو بيعمل حركات النينجا. تشايلد امبراطور بيكمل ماشي في الممر وفجاه بيحس بوحش وراه. الوحش بيحاول يغفله، ولكن على مين يابا؟ ده الطفل العبقري بتاعنا كان عامل حسابه. من غير ما يلف حتى بيظهر من شنطته روبوت صغير على شكل اخطبوط وبيطلق وابل من الرصاص. هو بيرديه في ثانيه. تشايلد امبراطور بيكمل طريقه ببرود تام ولا كانه عمل حاجه. بعد شويه بيوصل لاوضه غريبه وبمجرد ما بيدخل بيتصدم. روبوت عملاق متدمر ومفكك لحتت صغيره. ده روبوت ميتال نايت اللي اختفى من فتره. تشايلد بيحرق بيقول لنفسه ده ميتال نايت اتدمر تماما، واضح انهم عملوا عليه تجارب قاسيه. ده دليل قاطع ان ملك الوحوش اوروتشي قوته مش طبيعيه. بيقرر في سره انه مش هيقاتل الوحش باي ثمن. بذكاء شديد بيقرر يستغل الفرصه ويسحب البيانات، لان ميتال نايت عمره ما كان هيديله المعلومات دي بالذوق. بيوصل كابلاته وبيبدا ينسخ كل حاجه، خرائط تسجيلات وكل حاجه. مكان الرهينه واغنام وهو بيقلب في البيانات بيكتشف حاجه غريبه. الروبوت ده في اجزاء اتعاد تجميعها بدقه عاليه جدا، وكأن في خبير روبوتات شغال مع الوحوش. الفكره دي حرفيا بترعبه. اخر الرادار بيحدد واغنام بدقه. تشايلد امبراطور بيتنفس الصعداء، بيلم حاجته وبيحاول يهدي نفسه بتفكير
تفكيره الايجابي، بيطلع مصاصه وبيبدا يلحس فيها عشان يروق. حركات طفوله يعني، او الواد طلع لسه برضه ماشي. هو بيقول لنفسه ان دي خطوه في طريق النضوج، لكن فجاه بيظهر قدامه وحش غريب لابس بدله طائر فينيكس. الوحش ده دمر الروبوت من غير ما يحس حتى الطفل. فينيكس مان بيبتسم بخبثه وبيقول له تصميماتك طفوليه قوي يا بطل، وبيبدا يحقد عليه ويقول له انه رغم صغر سنه عايش حياه النجوميه والشهره وده مش عدل. تشايلد امبراطور بيبص له بملل وهو بياكل المصاصه وبيساله انت مين، مدير تنفيذي؟ فينيكس مان بيرد بفخر انه قائد وسط لكنه ليه مكانه خاصه ومحترمه، وبيبدا يديله محاضره في الحياه وان الشهره دي هتكون وباء عليه لما يموت ميته شنيعه على ايد الوحوش. وبيقول له بكل ثقه انا مش بصدق غير نفسي، وجمعيه الوحوش دي مجرد سلم عشان اوصل لمكانه ملك الوحوش اوروتشي.